الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا مصطفانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من أحسن بأي وجه من وجوه الإحسان فلن يضيع أجره مهما كان. روى ابن جرير وغيره عن هرم بن حيان قيل له عند الاحتضار أوصي، فقال: إنما الوصية من المال ولا مال لي، أوصيكم بخاتمة سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال قتادة رحمه الله: من يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. ما أجمل شأن المحسنين المتصدقين، لو يدركون دعوات الداعين وفرحة المؤمنين وسرورهم والتنفيس عليهم، يغبطهم على هذا الخير الصديقون والكمل الوارثون، لهم كل هذه الخيرات وغيرها، والله مع المحسنين، وإن رحمة الله قريب من المحسنين. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرحم وجوههم كتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فلا تفرط يا عبد الله في البذل والعطاء والسعي فيه، سواء في الإحسان لإخوانكم المسلمين، فأفضل الأعمال بعد الفرائض إدخال سرور على أهل بيت من المسلمين، وجبر خاطرهم، وتفريج هم عنهم، وهو مقدم على كثير من الصالحات. قال تعالى: أفرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فجعل من صفات الكافرين أنهم لا يجبروا خاطر المسلمين والمحتاجين، ولا يحثون أنفسهم على ذلك. فأحسنوا يرحمكم الله إخوانكم ولشعائر دينكم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن أعظم شعائر الله المساجد، فكم هي الأخرى تحتاج إلى من ينظر إليها بإحسان واهتمام، فكم تنقص كثيرا منها الطاقة والإضاءة والتكييف، لا سيما مع هذا الحر الشديد. فكم يا ترى يتحصل المتصدقون والبادرون من ثواب الساجدين والمصلين والمعتكفين والمتعلمين والتالين وجماعات الخاشعين. فالاعتناء بالساجد والمساجد ثوابه عظيم لا يدخل تحت الحصر. والساجدون وقفوا أعز أموالهم فيها لهذه الخيرات، لا في البناءات الكثيرات لها وإهمالها كما نراه في زماننا، تبنى من غير حاجة لها، بل ربما سعي عليها من الزكوات، وهذا لا يجوز. فانظروا عباد الله ما ينقص مساجدكم، واسعوا في ذلك بمالكم وحالكم، وخصوصا التي يطلبها الناس، فكل هذا يعد من البناء الحقيقي لها ومن الصدقات الجارية، كما حققه المحققون من العلماء. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: ويدخل في بناء المساجد تعهدها وتفقد حاجتها ومستلزماتها وإصلاح ما تشعب منها، فليفقه الناس هذا، ومثلهم بالأخص القائمون على شؤونها، وليبشروا بالخير وكمال الإيمان إن نظروا إليها بإحسان واهتمام. وفي الحديث الحسن الذي أخرجه الديلمي في مسنده والمتقي في كنزه
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا جعله كيم مسجد، وإذا أبغض عبدا جعله كيم حمام. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فاللهم اجعلنا من المهتدين وارزقنا الاستقامة وطريق الكرام يا رب العالمين. هذا وصلوا وسلموا على الهادي الأمين من أمرتم بالصلاة والسلام عليه تعظيما. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وذريته. اللهم ارض الله خصوصا بالأربعة الأعلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن البتول فاطمة بنت سيدنا الرسول، وعن الحسن والحسين، عن سائر أصحاب نبيك وأهل بيته وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بحبهم وألسنتنا عن سبهم وادخلنا الجنة معهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأذل الشرك والمشركين. اللهم لم شعبنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا وأصلح أولادنا وتولى أمرنا وكلنا ولا تكن علينا وبلغنا آمالنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا واقض ديوننا وفرج همومنا وغمومنا وحسن أخلاقنا وسع أرزاقنا واصلح شؤوننا وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين وأطل أعمالنا في طاعتك ورضاك مع العافية التامة الكاملة يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولإخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأهلنا وأولادنا وسائر ما أعطيتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن